انت ما دخلك فيي بنوب، واللي بقوله بده يصير غصبا عنك. ليش لك عم تحكي معي يا عصام؟ شو عملت لك انا؟ ما بدك امك تقسم الورثه مو هيك؟ إيه لا سيدي، هذا الكلام مو صحيح بنوب. انا قلت لها لامك البيت الكبير ما بينباع، هذا الكلام الصحيح. لك البيت الكبير هو الورثه كلها يا فهمان. البيت ما راح ينباع، يعني ما راح ينباع. بده ينباع غصبا عنك ولا؟ انا ما بصير شيء غصب عني. لك فرق. بس الله لا يعطيكم العافيه، فضحتوا حالكم بالحاره مشان الورثه، ولك تضربوا انتوا والورثه سوا. خالي فهم عني. خلخل عظامك، امشي انت وياه عند خالكم ابو شهاب، هي عندكم صرفه. ما بدك خالي ابو شهاب، خالي ما بدك. امشوا احسن ما هلا اسنعوا لك واسنعوا له. روي خالي مشان الله روي. امشي معها، تضرب بين لك حالك. ومشان شو صوتكم عم تعلى وتهمد انت وياه بنص الدكان؟ عم يتخانقوا مشان الورثه. والله عال عشنا وشفنا اولاد ابو عصام كبير الحاره عم يجرسونا كل يوم والتاني بنص الدكان. لك يا فرحه قلبي فيكم. مو هيك القصه خالي. انت خراس اصلا، انت اصل البليه، تلم الاعوج من التور الكبير. انا خالي؟ ايه انت اللي بتحرر الحريره. ما عاد تقدر هلا تهدى وتركن الا لتاخذ حصتك من الورثه انت والحمار. انا مالي حمار. انت حمار و60 حمار. لكن ليش عم تتخانقوا؟ مشان مصاري وسخ الدنيا؟ يا عيب الشوم عليكم. انا ما بدي شيء من ورثه ابي. عصام ياخذها كلها، ياخذ حصتي من البيت والدكانه ما عاد هو بناحيتها ولا عاد دوسها. سمعت شو عم بيقول اخوك يا قليل الناموس؟ يا خالي ليش كلكم علي؟ ليش؟ لك انا مرتي الثانيه ساكنه عند امها وما عم ترضى تسكن مع ضرتها، شو ساوي بحالي؟ شو ساوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روح اركض ورا اخوك راضي اوام، روح. امرك خالي، امرك. انا برايي لازم ينباع كل شيء، وكل واحد لازم ياخذ حصته كامله. البيت الكبير ما لازم ينباع يا ابو قاسي. ليش ما لازم ينباع اخي؟ ليش؟ لانه اذا انباع العيله رح تتفرطع واختك سعاد رح بتضيع. اختك سعاد عندها بيتها وما لها بعازه لمصاري حدا، وخلي هالدبا بدول الاثنين ياخذوا حصتهم كامله، ولا يعملوا لنا كل ساعه والثانيه جرصه بالحاره ويبهدلوا حالهم ويبهدلونا معهم يا اخي. امري لله، رح نبيع البيت والدكان وكل واحد من الشباب ياخذ حصته، بس ان شاء الله ما نكون عم نسايرهم بالامر الغلط يا ابو قاسم. الله يخزيك يا شيطان، الله يخزيك. لا تزعل مني أخي، لا تزعل مني لأني عيطت عليك. مالي زعلان منك عصام، أنا مالي زعلان منك. أنا اللي غلطان لأني منعتك تبيع البيت. هذا البيت أولته على آخرته بده ينباع، وكل واحد منا بده ياخذ حصته ويروح. خلص أخي، أنا هي الدكانة ما بدي أشتغل فيها، خدها أنت اشتغل فيها أنت. شو عم تحكي أخي؟ وأنت شو بده يصير فيك؟ بدي روح اشتغل عند أبو خاطر، بدي أرجع اشتغل عنده. وشغل أبوك يا معتز؟ أنا صحيح لك أخي تعلمت عند شيخ كار العطارين، بس ما علمني كل شيء، وأبوك الله يرحمه ما لحق يعلمني شيء. هاي المصلحة بحر لك أخي، بحر. بعدين صار في حكيم بالحارة بيفهم أكثر مني عصام. بس أنا بدي أقول لك على شغلة، كرمال الله لك أخي، هاي الدكانة لا تبيعها، بيع البيت، اعمل اللي بدك يا، بس هاي الدكانة فيها ريحة أبوك، لا تبيعها لك أخي، لا تبيعها. عم تبكي لك معتز؟ عم تبكي؟ لا لك أخي، شو عم تبكي؟ ما عم ببكي، بس أنا تذكرت أبوك هون بالدكانة لك عصام. أنا بدي إياك أنت تاخذ محله لك أخي، بدي إياك أنت تصير كبير الحارة لك عصام. مساء الخير. ميت مسا يمسي هالعين اللي مثلك جابه هدية، أشرقت الأنوار يا بعدي. عصام ليش تأخرت لهلا؟
ليش تأخرت يعني بالشغل؟ لا اكيد كاين عند امه ونحن عم نستنى وهو نسيان شو بده يطعمك واكيد اكل مع امه ومرته. وليش لحد هلا ما اكلتوا؟ عم نستنى يا بعد الكبة الدبابة اللي بدك تجيبها لحتى ناكلها. ايوه معلش لا تواخذيني مرت عمي، ساويتها عند امي واكلت لشبعت. ما سمعت صهري؟ عم قول ساويت الكبة الدبابة عند امي ومرتي الثانية. وليش ما حضرتك حكيت انك ما بدك تجيب قواتيلها لحتى اشتريها انا؟ سلامة خيرك مرت عمي. شوف عصام، لا تفكرني عايشة على صفرتك، فتح عينك هالقد، انا مالي بعازتك، الله كافيها. وليش هيك مقروقة مرت عمي؟ مرتك جاية على بالها الكبة، انا مالي مشتهيتها منوب. ايه بسيطة، بكره بجيب لها قواتيل الكبة وتساوي لنا اياها. بس يحرم علي يا صهري بالسبع محرمات انه اكل منها. ايوه ايه تصطف لي مرت عمي، اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. عصام لوين رايح؟ رايح لعند امي، هاي الليلة مو ليلتي، هاي الليلة ليلة ضرتك بنت عمي بخاطري. الله يخليك شوي عصام. كتبي هيك زعلتي. اي بعت له حمى جديدة من امه تسلق بدنه سلق يا حق. خلانا عم نستناه هو راح تزهرم الكبة الدبابة مع امه ومع بنتها لام بشير الشاضومة، وقال شو بكره راح اجيب لكم قواتيلها، ونحن لا فطرنا ولا تغدينا ولا تعشينا وعم نستنى حضرة جنابه. امي حرام عليكي، ابصر شو بيكون صاير معه، هي اكيد امه خجنته. ليكي وليه لطفية بتقولي لها لجوزك من بكره يدور لك على بيت، انا ما عاد طايقه اشوفه بهالبيت بنوب العمى، ولك تضرب الساعة اللي سهرته فيها وتضرب الساعة اللي شحن لك ورقتك وكتب كتابه عليكي. هالكبة دبابة يلا وينك يا لطفية؟ اهلين وسهلين ابن عمي. خدي هدول اغراض الكبة، سوا وكلوا لحالكم صحتين وهنا. وانت ما بدك تاكل معنا تقبرني؟ باكل كام قرص من شانك بس. الله يسلم شانك. بدك شي انا رايح على الدكان. ايه ابن عمي. خير؟ امي عم بتقلي خلي عصام يدور لك على بيت مشان تسكني فيه انت وياه. ليش ما عجبتها سكنتي معها؟ شو عدا ما بدها لحتى غيرت رأيها؟ مو ببالي انه تعودت عليكي وعلى الصغيرة؟ ما بعرف ابن عمي. ايه بس انا بعرف ليش، وعلى كل حال انا ما بليقى على حالي اتركك ساكنة عندها. لا تزعل تقبرني. ايه لا بالعكس انا فرحان لانه راجعت حالها وطلبت منك اشتري لك بيت. خاطرك مطلوب. مع السلامة ابن عمي. يو فكرته رح يعارض ويترجعني لحتى تخليني ساكنة عندها. لا أمي امبارح كان نايم عندي. يعني ما عاد مخليكي مثل المعلقة؟ اجا لعندي وراداني ياما. ايه الحمد لله. بس لساته ناوي يشتري بيتين، واحد إلي وواحد لضرتي. اخ لك هدى بيكون احسن بترتاحي من وجع الراس. بس والله مالي حابة اترك مرت عمي لحالها بالبيت. يا بنتي سعاد بكره بتجوز ابنها معتز وكلياتهم بيعيشوا بالبيت، يعني معقول تكوني خدامة للكل؟ جوزك وبيتك اولى فيكي يا هدى. بالعكس يامو، والله مرت عمي ايدي وايدها بكل شغل البيت. يا مو سعاد بنت اصل وما بتعامل الكنة الا مثل بنتها، بس هديك والعياذ بالله امراس كبير وزنافة قابة. يا جميلة لك شو صار بالحشوة؟